بسبب إن في ناس كتير للأسف 80% من الشعب هنا المصري والعربي في أمريكا مش فاشلين، هو الحظ ما اتوفّقش معاهم، الحظ ما مشيش معاهم إن هم يعملوا حاجة، مش معنى إن أنت نجحت يبقى لازم كل الناس تكون زيّك، مش معنى إن أنا نجحت يبقى أقارن نفسي بالناس اللي ما نجحتش، لأ، لو أنا نجحت أقارن نفسي بالناس اللي أعلى منّي في النجاح. فهالاقي نفسي محتاج كتير ومحتاج أتعلّم كتير، والبلد مش سهلة إن هي توصّلني للناس ديّة. فأنا شايف إن أنت لو ناجح وحابب إن أنت تقول أنا ناجح، يبقى اتعلّم اللي مش ناجح ينجح إزاي. إزيكم عاملين إيه؟ الصفحة دي أنا فتحتها مخصوص عشان الbusiness، فلو أنت interested وعايز تفهم business في أمريكا، عايز تعرف حاجات كتير في أمريكا، في العيشة، في الbusiness، إزاي تطلع من 8 to 5، إزاي تعمل side hustle business، إزاي تفتح business online، إزاي تعمل drop shipping، إزاي تعمل arbitrage، إزاي تبني shopify، إزاي تكون فعلًا عندك TikTok shop وعندك TikTok affiliate. فالصفحة دي هتتعلم فيها كتير. أنا جالي طبعًا يعني أنا فتحت الصفحة دي مخصوص عشان الأسئلة الكتير جدًا اللي بتيجي لي في الbusiness، إزاي أعمل كده في أمريكا، إزاي أعمل كذا في أمريكا، إزاي أعمل كذا. لو أنت interested وفعلًا عايز تفهم كل حاجة داخل أمريكا وكلنا نساعد بعض، خلّي بالك مش أنا الوحيد اللي عندي خبرة، ممكن ناس تعمل لي follow يدّوني خبراتهم. أنا في الصفحة دي هاطلع live، هاتكلم، هارُد على أسئلة، هاطلّع ناس guest هيسألوني أسئلة، هاقول اللي عندي، هيقولوا اللي عندهم، الناس اللي جوّه الlive هيستفيدوا جدًا. هنتكلم إزاي تفتح شركة LLC، إزاي تروح للويب سايت الصح اللي تفتح فيه الشركة عشان ما تاخدش حاجة fake، عشان ما يحصلش حاجة fake، إزاي تستعمل الAI إن هو يlevel up الbusiness بتاعك، يlevel up your life. تبقى محتاج team. لو أنت فاتح business online وعندك competitor كتير، فأنت الناس دي معاها team، عمرك ما هتوصل لهم. إزاي تبقى معاك team، إزاي الAI يقدر يحل محل 2، 3 بس في level معين الAI ما ينفعش يحل المحل. فلو أنت interested الصفحة دي اسمها business with George. الصفحة دي على الفيسبوك، لو عملت سيرش على الفيسبوك هتلاقيها موجودة. الفيديوهات هتكون طويلة، الفيديوهات هتكون more details في موضوع إن أنت step by step إزاي تشتغل على البلاتفورم ديّة، إزاي تجيب بضاعة من هنا، إزاي تحط بضاعة هنا، إزاي تعمل تيك توك شوب. خلّيني أعرّفك بنفسي الأول عشان أكيد كتير ناس متابعاني وما يعرفونيش أنا باشتغل إيه، وناس كتير نِفْسها تعرف أنا باشتغل إيه، وباشوف الكلام ده يعني في الchat وفي الcomment، وباشوف الكلام ده حتى في الناس اللي بتبعت لي private message، بيقولوا لي أنت بتشتغل إيه ونقدر نستفيد منّك كbusiness في إيه، أو هم عندهم business يستفيدوا منّي في إيه. بُص يا سيدي، أنا واحد اشتغلت from scratch، أنا اشتغلت في cafes، اشتغلت في Dunkin Donuts، اشتغلت في كل حتّة ممكن تتخيلها في حياتك. اشتغلت في كافيه اللي هو بيعمل معسّل بقى وشيشة والكلام ده، عملت كل حاجة ممكن أنت ما تتخيلهاش في حياتك، في مصر وفي أمريكا. أنت تعرف إن أمريكا سهلة اللي عايزة تخلّيها سهلة، وصعبة للناس اللي عايزة تخلّيها صعبة، بس الstress موجود عند الاتنين. فالstress أنت ممكن تفقد حياتك بسبب إن أنت بتجري ورا فلوس، بس مش ممكن تفقد حياتك لو أنت بتجري ورا نجاح. دي حاجة لازم نحطها في الأساس. أنا باشتغل digital marketing IT consulting، أنا عندي خبرة حلوة جدًا في الIT، عندي خبرة حلوة جدًا في الtechnical، عندي خبرة حلوة جدًا في الproblem solving، عندي خبرة حلوة في الdigital marketing، في الlocal business. أنا عامل blueprint على أمازون اسمها how to level up your local business في الsearch engine optimization. عندي حاجات كتير باعملها في الdigital marketing والe-commerce والIT. فالصفحة دي أنا فاتحها لأي حد فعلًا عايز يتعلّم، وعايز يتعلّم مش course، لأ، عايز يتعلّم بفيديو فعلًا يقدر يحقق حاجة، يقدر يعمل مشروع، ويقدر يسأل أسئلة. يعني الصفحة دي هتبقى بيني وبينكم، يعني أنتم هيبقى عندكم خبرة وأنا عندي خبرة، هنتبادل الخبرات مع بعض، وهنlevel up حياتنا مع بعض. لكن مش أنا الوحيد اللي هابقى الmentor بتاعك، أنا ممكن أكون mentor لناس معيّنة. يعني مثلًا واحد يقول لك أنت في أمريكا مش ناجح دي مشكلتك، لأ. واحد يقول لك أنت ما ينفعش تقارن نفسك بيّا من نجاحي، لأ. هو أنا ما ينفعش أقارن نفسي أو أقول أنا ناجح والّا لأ، عشان في ناس أنجح منّي بكتير، فما ينفعش أقول أنا ناجح عشان في ناس أنجح منّي بكتير. أقول الحمد لله على اللي أنا وصلت له، لكن ما أقدرش أقول أنا ناجح 100%، عشان النجاح ده كل يوم أنت ممكن تنجح في حاجة، وكل يوم ممكن تخسر في حاجة. وفي ناس أنا ما أقدرش أقول أنا ناجح وأقول عليهم إن هم فاشلين، عشان هم أقل منّي في الmindset أو حياتهم ما مشيتش كويس في أمريكا، خلّينا نقول كده يعني. فإن حياتك تمشي كويس في أمريكا عمرها ما هتكون 8 to 5. 8 to 5 هتقدر تعمل living بس إن أنت تفتح business side وبعد كده تبقى full time business، أنت كده بتعمل fortune.
فأنا أفيد الناس أحسن ما أهينهم، أحسن ما أقول أنا ناجح، مشكلتك إن أنت فاشل. هو للأسف في ناس كتير شغالين في بنزينة وشغالين في مطاعم، لمّا بيسمعوا الكلام ده بيتأثّروا جدًا، ودي مش حاجة كويسة. أنا ابتديت إن أنا اشتغلت في مطعم واشتغلت في كافتيريا وكنت باعمل شيشة للناس، وناس أصلًا معهاش شهادات، عادي جدًا. بس هو الmindset بتاعه قاعد على كرسي بيشرب شيشة وعنده الbusiness بتاعه الصبح. أنا الmindset بتاعي كنت باشتغل من 8 to 5 وباشتغل بعد الضهر عشان أكفّي احتياجاتي، كنت ساكن في نيويورك، كنت ساكن في نيو جيرسي، فعايز أكفّي احتياجاتي، فكنت باشتغل من 8 to 5 كنت باشتغل في كافتيريا. حسّيت إن أنا مهما عملت أنا جسمي بيكبر، أنا سِنّي بيكبر. طب هاروح فين؟ لمّا سِنّي يكبر، اللي في الكافتيريا هيقول لي: "لأ يا عم أنت بطيء أوي، أنت كنت بتسرفِز على ترابيزتين دلوقتي بتسرفِز على ترابيزة بالعافية، ده إحنا كنا مستحملينك وأنت بتسرفِز على 4، ده إحنا عايزين واحد يسرفِز على 6." فيجيبوا شاب غيرك ويمشّوك. فأنت لمّا بتمشي من الشغل هي دي بالنسبة لك نهاية الدنيا، بس دي مش نهاية الدنيا لمّا تفتح business side. لازم كل واحد في أمريكا يعمل أي حاجة وما يضمنش الشغل اللي هو فيه. لو بتاخد النهارده $200,000 في شغلك، اوعى تضمن الشغل اللي أنت فيه، مع إن دي $200,000 على فكرة في أمريكا مش سهلة خالص إن أنت تاخدها، مهما كان الcareer بتاعك إيه، مش سهل خالص. الدكتور بيبتدي أول 3، 4، 5 سنين بياخد مثلًا 180 و160,000. تمام، ده بيبقى في الresident بتاعته وبيبقى بعد الكلية وبيشتغل 12، 18 ساعة. يعني أنت لو شايف دكتور معاه Porsche قُل لي هو بيركبها قد إيه؟ غير بقى لو معاه عيادة، عارف إن هو في أي وقت هيطلع من المستشفيات وال12 وال18 ساعة عنده العيادة بتاعته اللي بتدخّل له الفلوس. فاوعى تحط في دماغك إن دكتور معاه Porsche عشان هو دكتور وأنا ذاكر أبقى دكتور هابقى زيه، أنت عمرك ما هتكون زيه. عشان أنت لو هتجيب Porsche من مرتب واحد بيديه لك في إيدك بيصرف عليك، يبقى أنت بتهزر. عشان البورش والفراري والكلام دوّة، العربيات دي الmaintenance بتاعها غالي جدًا، وأي عربية luxury الmaintenance بتاعها غالي جدًا، ومش المفروض إن أنت تكون شغال من 8 to 5 وتجيب عربية زي دي، عشان أنت في يوم وليلة ممكن يمشّوك من الشغل. فالناس دي بيبقى 100% اللي عندهم العيادات الside بتاعهم on the side، وما بيبقاش side hustle، بيبقى فعلًا دخل قوي جدًا، وبيجيب العربية دي على الbusiness وبتتشال الtaxes بتاعها من الbusiness، مش بيتشال تَمَن العربية من الbusiness. يعني الحكومة مش بتدفع لك حق العربية. لازم تفهم برضه في القناة دي هنفهم يعني إيه taxes، يعني إيه إن أنت بيتعمل لك deduction من الtaxes بتاعتك، يعني بيتشال منك فلوس. أنت مش بتشيل منك فلوس، البلد هنا عم ما ما يعني عمرهم ما بيدّوك. البلد هنا يقول لك أنت عملت $100,000 السنة دي، تمام، عربيتك ب50,000$، فإحنا هنشيل $10,000 من ال100,000$ ما نحاسبش عليهم tax، لكن هيحاسبك على ال90,000. فاهمني؟ فهو بيشيل العربية في خلال 5 سنين إن يقول لك أنت الدخل ده for free، ما تدفعش tax عليه، اللي هم الportion اللي هي ال10,000$. لكن الحكومة ما بترجّعش فلوس لحد. حُط في دماغك إن الbusiness عبارة عن journey، يعني أنت مستحيل تبقى one click بقيت ملياردير، مستحيل، عشان كان كل الناس عملت كده، وكان كل واحد صاحب business قفل الbusiness بتاعه، ما فيش حد يشتغل عنده. فهي يعني هافضل أقولها 1000 مليون مرّة، هي mindset. لو تقدر تغيّر الmindset بتاعك، ابتدي إن أنت clean الbrain بتاعك وابتدي follow الصفحات بتاعة الbusiness، مش أنا بس. لو أنا هاعلّمك business النهارده، أنت ممكن تتعلّم من واحد تاني خالص، أنا ممكن أتعلّم منّك في يوم من الأيام. طول ما أنت شغّال على نَفْسك أكيد ربنا هيدّيلك. لو أنت بتتفرّج عليّا من التيك توك، روح على الفيسبوك هتلاقي الصفحة اسمها business with George. and لو أنت بتتفرّج عليّا من الفيسبوك نَفْسه هتلاقي الlink موجود تحت. لو بتتفرّج عليّا من الإنستجرام عشان هانزّل الفيديو ده برضه على الإنستجرام، روح على الفيسبوك هتلاقي في حاجة اسمها business with George. ربنا معاكم وربنا يوفقكم، وإن شاء الله نعمل حاجة مع بعض. يالّا سلام.